عمرك سمعت قبل كده عن ميدان تاريخي اسمه الخزندار؟ طب ليه اتسمى بالاسم ده؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حكايات الانتيكات. جهز قلبك وعقلك معايا واسمع الحكايه. جنب العتبه الخضراء هتلاقي فيه مجموعه محلات صدناوي وفندق عدن وفندق المنتزه ولوكاندا محمد علي. المنطقه ديت اسمها ميدان الخزندار. اتسمى بميدان الخزندار نسبه الى احمد اغا الخزندار او الشهير بأحمد بن نابلس، وده بسبب جرأته وشجاعته. بيقال إن هو كان يقدر يهجم على 10 فرسان مرة واحدة. أحمد أغا الخزندار كان المشرف على خزائن محمد علي باشا، وكمان كان قائد عسكري في الحملة المصرية على بلاد الحجاز. والمناسبة الحملة دي كان فيها ابن محمد علي طسن، وبعد نجاح الحملة دي اتعين أحمد أغا الخزندار أمير للمدينة المنورة. ميدان الخزندار موجود على شمال العتبة بالظبط، وبيعدي عليه شوارع علي الكسار، نجيب الريحاني، منطرة الدكة، الرويعي والبسطة. هناك في مباني سكنية ترجع للقرن ال19 بأشكال معمارية مختلفة على الطراز الأوروبي. استنوني في حلقة جديدة من حلقات حكايات الانتيكات.